رحت اعمل عمرة، ما شفتش الكعبة ولا كنت سامعة اي حاجة. كل ده بسبب ذنب واحد بس هو اللي ارتكبته، بس للأسف هو ذنب كبير، وما خدتش بالي انه ذنب كبير غير بعد سنين طويلة قوي. كل اللي شفته في الكعبة ان انا ما بقتش قادرة ادعي ولا شايفة الكعبة، وفضلت اعيط بس. هحكي لكم كل الحكاية وقولولي اصلح غلطتي دي ازاي. انا اتجوزت جواز صالونات عادي جدا. اهلي كانوا دايما يقولولي ان الراجل ما يعبوش الا جيبه، فاتجوزت واحد غني كان اكبر مني شوية، وللأسف مش كان في بينا اي مشاعر. وبعد لما اتجوزت بشوية كده لقيت صاحبة عمري اتجوزت واحد، كانوا هما برضو اتجوزوا جواز صالونات، بس هما يعني مش هو مش كان غني ولا هي اختارته علشان هو غني. هما اتجوزوا جواز صالونات عادي، بس هما يعني حبوا بعض جدا وما كانش فارق معاها يعني ان هو غني او فقير وكده. لما كنت بروح لها البيت كنت بفضل احسدها على اللي هي كانت بتقولهولي. كانت بتفضل تحكيلي قد ايه هما بيحبوا بعض، وقد ايه هو كويس معاها، وقد ايه هو بيتمنى لها الرضا ترضى في كل حاجة، وكل حاجة بتتمناها كان بيجيبها لها في البيت، رغم ان ظروفهم المادية مش كانت حلوة قوي. ما كانش بيخليها نفسها في حاجة، دايما كانوا بيخرجوا وبيتفسحوا. للأسف حسيت بغيرة جوايا واتمنيت ان انا اكون مكانها، وان انا اتجوزت واحد غني بس ما بحبوش. هو اكبر مني، وهو كمان هي كمان اتجوزته، والفرق بينهم في السن ما كانش كبير، بس هم حبوا بعض. وبرغم برضو ان هم ما معهمش فلوس بس عايشين سعداء. كتير حسدتها وكتير اتمنيت اني اكون مكانها، لحد لما في يوم جاتلي وهي بتعيط، فبقول لها مالك، انتي اكتشفتي ان جوزك بيخونك ولا ايه؟ كان نفسي بصراحة تقولي لكن قالت لي لا، انا كشفت عند الدكتور، والدكتور قال لي ان انا عندي كانسر، وبصراحة انا مش عارفة اقول لجوزي ازاي وهسيبه ازاي، وجوزي وبحبه وهيعيش ازاي لوحده. وقعدت تحكي لي حاجات كتير جدا. ساعتها انا ما جاش في بالي غير حاجة واحدة، ان هي بعد ما تموت ان انا اللي ابقى مكانها. معرفش ازاي بصراحة الفكرة دي سيطرت على دماغي، وخلتني اتصرف تصرف عمري في حياتي ما اتخيل ان انا كنت اعمله. المهم ان هي لما ماتت جوزها انا حاولت اتقرب منه علشان يحبني ويتجوزني انا وكده، وللأسف هو كان بيحب مراته قوي لدرجة ان هو ما كانش شايفني، لحد لما جت اللحظة اللي انا كنت مستنياها. لو عايزين تعرفوا ايه اللي انا عملته استنوني الجزء التاني. مع السلامة.